تصريح خطير من فلورنتينو بيريز يفاجئ الجميع بعد خروج ريال مدريد من دوري الأبطال، ويطالب كارلو أنشيلوتي بتقديم استقالته ويهاجم اللاعبين. شاهد ماذا قال: ولكن قبل أن نبدأ قم بالضغط على زر القلب وعمل إكسبلور لنرى كم عدد محبي ريال مدريد. صرح فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد بعد خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا على يد أرسنال من دوري ربع النهائي، وقال: ما حدث في هذه البطولة لا يمكن السكوت عنه. ريال مدريد لا يهان بهذه الطريقة، لا في سانتياغو برنابيو ولا خارجه. أن نخسر بخماسية في مجموع مباراتين وأن نظهر بهذا الضعف والانكسار هو أمر غير مقبول تماما. لدينا تاريخ نقاتل من أجله، ولدينا جمهور لا يستحق هذه الخيبة. كارلو أنشيلوتي كان عليه أن يكون أول من يتحمل المسؤولية، لكن للأسف رأينا فريقا بلا روح، بلا أفكار، بلا هوية. أرسنال تفوق علينا في كل شيء، ذهابا وإيابا. هذه ليست الصورة التي يجب أن يظهر بها ريال مدريد في دوري الأبطال. أنا لا أقبل التبريرات ولا أبحث عن أعذار. نحن ريال مدريد، لسنا فريقا يخرج من ربع النهائي بهذه السهولة. لقد منحنا كارلو أنشيلوتي كل الدعم، كل الأدوات وكل الثقة، لكنه لم يقدم ما يليق